السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبكم في الله. أنا كل ما تذكرت داء كورونا وما مر بنا أقول في نفسي الحمد لله الذي حان بعدما أماتنا. وصلنا إلى القبر وعدنا، وكتبت الوصية وعدت. الله أعلم بالنيات. أنا أقول موعظة للجميع، الله يشافينا وإياكم من كل داء وبلاء. سلمكم الله. أسأل الله ألا يريكم العناية المركزة. الذي ما دخل غرفة العناية المركزة لا يعرف أبعاد وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كنت أظن تجربة خاصة بي أو كذا، حتى علمت بما قال لوزير سابق عندنا، كتب دخل العناية المركزة، يقول أصعب أيام في حياتي. وقال إن لما يدخل العناية المركزة لن يعرف الكرب أصلا، وما ذاق الأهوال أصلا، ما ذاق الأهوال في حياته. فيها دروس من هذه الواقعة التي مرت، أنه ليس معك إلا الله، فالزم يديك بحبل الله واعتصم به وأطيعه. والله في وقت لا الأطباء ولا الممرضين ولا الممرضات ولا الأبناء ولا الأحباب، تنقطع الحبال، مغلق عليك، والصياح من كل جهة، الجرس وجرس الإنذار والصفارات الإنذار، إنذار الكبد وإنذار للضغط وإنذار للدم وإنذار للتنفس وإنذار للرئة، وأنت أصبحت جنازة، وكل جسمك ألم، وكل جسمك معاناة وكرب شديد. الثاني تخرج مسامحا لعباد الله، لأن الدنيا قصيرة وتافهة وحقيرة وليست بشيء، فلا تصنع الخصومات ولا تنتقم ولا تحقد ولا تحسد. صف القلب، اغسله، ترى أيام قليلة. الله يغفر لنا ولكم، الله يتوب علينا وعليكم. لا تنسونا من الدعاء. جزاكم ربي خيرا.